معنا في الاستوديو المدير العام لصندوق التنمية السوري محمد صفوت رسلان. نرحب بك سيد صفوت معنا. اسمح لي أن أبدأ معك بالحديث اقتصاديا وماليا عن مشاركتكم في اجتماعات الكومسك. ما أبرز ما حملته هذه المشاركة بالنسبة لصندوق التنمية السوري؟ شكرا لك على الاستضافة، وأنا سعيد صراحة بوجودي هنا وبوجودي في اسطنبول. كما ذكرتها اليوم في كلمتي أثناء افتتاح الكلمة الصباحية، أن نقطة الوصل بين الشرق والغرب. اسطنبول كانت وما زالت هي نقطة الوصل بين آسيا وأوروبا وبين العالم أجمع، ووجود سوريا اليوم فيها كممثل عن سوريا، الوفد الممثل عن سوريا اليوم بقيادة الدكتور نضال شعار، ووجود صندوق التنمية له دور كبير صراحة. تواجد سوريا في هذا المقعد بعد سنوات من الغياب له شأن مهم لسوريا، للشعب السوري، وأيضا المجلس بالكامل. للصندوق صراحة أثر أيضا تواجدنا اليوم. عقدنا عدة لقاءات وعدة محاورات ومشاورات مع العديد من الأخوة والأخوات المتواجدين في المؤتمر. لا شك أبرز ما يمكن أن نكون حققناه أو سنحققه. أول أمر هو فتح آليات أو فتح قنوات للتواصل مع الآخرين بالخارج والتعريف بآليات عمل الصندوق، وبحث عن شراكات استراتيجية وشراكات ممكن أن تكون مهمة ومفيدة للمجتمع السوري وللسوريين وللصندوق على وجه الخصوص. سيد صفوت، رئيس تركي رجب طيب أردوغان أطلق برنامجا لدعم سوريا تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي. أود أن أسألك هنا عن أبرز ملامح هذا البرنامج. الحقيقة ذكر أنه في برنامج رح يتم من خلاله دعم سوريا. الدعم بالدرجة الأولى رح يكون لدعم البنى التحتية المدمرة. كما تعلمين البنى التحتية في سوريا متهالكة، ما يزيد عن 50 سنة من البنى التحتية التي تدمرت على مدار الزمن، طال التدمير في السنوات الأخيرة بشكل كبير. هذه البنى تحتاج إعادة إعمار وإعادة تأهيل مرة أخرى، ولا شك تدمير الحجر هو جزء، ولكن هناك تدمير البشر. فكان البرنامج اللي طرحه فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشمل عملية إعادة ترميم البنى التحتية، زائد عملية دعم الموارد البشرية أيضا في عبر برامج دعم الموارد البشرية ودعم للتدريب ودعم للطاقات البشرية. إذا ما تحدثنا سيد صفوت على التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للمساعدة في عملية إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، أي دور يمكن أن يلعبه التعاون بين هذه الدول برأيك؟ كما تعلمين صندوق التنمية هي مؤسسة محدثة. نحن نبحث عن شراكات مع أي منظمة أو دولة أو حتى جهات مانحة أخرى، قد تكون هي جهات حكومية أو جهات غير حكومية. كما ذكرنا مرارا أن الصندوق سيتلقى تبرعات أو منح من الأفراد سواء سوريين وغير سوريين، من الشركات أو حتى من الدول أو من الجهات المانحة في الخارج. ومن خلال أعضاء منظمة التعاون الإسلامي قد يكون هناك أي اتفاقيات أو شراكات استراتيجية مع بعض الصناديق التي لديها خبرة بالأصل على مر العصور في إدارة هكذا الصناديق، وقد يكون موارد مالية للصندوق والتي تنعكس مباشرة على المشاريع التي سنقوم بتمويلها لاحقا على الأرض السورية. كذلك التقيتم سيد صفوت بمسؤولين من أبرز الدول العربية، لا سيما الخليجية منها طبعا. هل تمت تعهدات تلقيتموها من هذه الدول، وكذلك ما الإطار الزمني لهذه التعهدات إن وجدت؟ الحقيقة لا يوجد تعهدات مالية حقيقية كي نكون دقيقين، ولكن يوجد وعود في الدعم بشكل عام. يوجد النفس العام صراحة لنكون أكثر دقة هو دعم لعملية إعادة إعمار سوريا كما يليق بالشعب السوري وبسوريا كاملة. لذلك جميع الدول، جميع الأعضاء الموجودين في الاجتماعات ذكروا مرارا في عدة اجتماعات، سواء الاجتماعات العامة أو حتى اجتماعات فردية، أنهم متحمسين وجاهزون لدعم سوريا. ننتظر فقط ترجمة هذه الأقوال أو الحماس إلى أفعال، وبإذن الله نحن متفائلين. يعني يوجد دول دعمت في السابق خلال الأشهر الماضية، ومتفائلين خلال الفترة القادمة أنه سيكون هناك. كذلك سيد محمد صفوت، التقيتم بوزير التجارة التركي عمر بولات خلال زيارتكم لإسطنبول، ناقشتم آليات دعم الاستدامة المالية لصندوق التنمية السوري. ما المقصود بذلك وما الآليات التي يجري العمل عليها فعليا؟ نعم، كما تعلمين أن الصندوق أطلق قبل شهرين، وكان أثناء عملية إطلاق الصندوق هناك فعالية صغيرة قمنا بها بجمع التبرعات فيما يسمى فاند ريزنج. ولكن الصناديق السيادية مثل صندوق التنمية السوري لا تعمل بهذا الشكل. طبعا نحن نعتمد بشكل كبير على تبرعات السوريين وغير السوريين من الخارج، ولكن الاستدامة المالية ستتم ليس عبر التبرعات قد تكون خلال المرحلة الحالية أو خلال المرحلة قصيرة المدى في المستقبل القريب، ولكن لاحقا يجب أن يكون لدينا استدامة مالية عبر عدة مشاريع.
معالي السيد وزير التجارة التركي ذكر عدة مقترحات وأفكار تشاورنا عنها من خبرته السابقة في بعض التجارب. على سبيل المثال ذكر التجربة الألمانية بعد توحيد الألمانيتين الشرقية والغربية، كان هناك صناديق مشابهة لإعادة الإعمار في ألمانيا، وذكر تجربة كان قد عاصرها في ذاك الزمان في ألمانيا. ذكر أن هناك استدامة مالية عبر مشاريع أو عبر المشاريع المتعثرة، أصلا المشاريع الحكومية المتعثرة في الدول التي خارجة من الحروب، قد تستطيع تحويلها إلى صندوق التنمية ليقوم بإدارة هذه الموارد وتحويلها إلى موارد مالية مستدامة لصندوق التنمية. طبعا على سبيل المثال يوجد أمثلة كثيرة تم تداولها، ونحن حاليا بصدد دراسة هذه الأمثلة، هل تناسب طبيعة الحال السوري وطبيعة العمل في سوريا، وتحويلها إلى مشاريع حقيقية تؤمن لنا استدامة مالية. خلال تأسيس هذا الصندوق سيد محمد صفوت الرئيس السوري أحمد الشرع أكد على الشفافية كأساس لهذا الصندوق. ما انعكاسات ذلك على استقطاب رؤوس الأموال سواء كانت محلية أو دولية؟ كما تعلمين الثقة في المؤسسة الحكومية السورية قبل التحرير هي معدومة. لا يوجد ثقة بشيء اسمه مؤسسة حكومية سورية. نحن نعلم حتى المنظمات المانحة والمنظمات الدولية وحتى الدول كانت تمنح التبرعات والمنح لمنظمات تعمل في الشمال السوري أو في مناطق خارج سيطرة النظام، لأن الأمر كان معروف تماما ما هي أسبابه. لذلك الشفافية بالنسبة لنا هي تخلق ثقة، ونحن الآن في إطار أو في طور خلق الثقة بين المتبرع سواء كان هو سوري أو غير سوري وبين المؤسسة الحكومية السورية. لذلك الشفافية هي الوسيلة وهي سلاح صراحة نتسلح به عندما نعلن كل شيء ونضع كل أوراقنا على الطاولة. لا يوجد شيء نخفيه، جميع الموارد ستمول مشاريع موجودة على الأرض السورية وبشفافية عالية في تقارير داخلية وخارجية إن شاء الله. تفضل بالبقاء معنا سيد محمد صفوت رسلان. نواصل حوارنا. سيد محمد صفوان، تقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 400 مليار دولار. ما الرؤية الاستراتيجية الحالية لصندوق التنمية السوري فيما يتعلق طبعا بمرحلة وعملية إعادة الإعمار في سوريا؟ نحن قسمنا الاحتياج السوري لعدة القطاعات الأساسية التي سنهتم بها بالدرجة الأولى. طبعا لا يوجد تمويل لكامل الاحتياج السوري اليوم متوفر، ولا من دولة ولا من صندوق ولا من أي جهة. فسنعمل ضمن المتاح اليوم، المتاح ضمن موجودات الصندوق الحالية وضمن ما سيتاح لنا في المستقبل القريب. ولكن لتجزئة هذه التحديات التي سميناها فرص بالنسبة لصندوق التنمية وبالنسبة للمجتمع السوري، قسمناها إلى 5 قطاعات رئيسية، هي قطاع المأوى والسكن، قطاع الكهرباء، قطاع الماء، وقطاعين أساسيين أيضا هما قطاع التعليم وقطاع الصحة. أضف إلى ذلك قطاع الزراعي الذي هو أيضا محور أو مورد أساسي لسوريا بالسابق، كان قبل الثورة ومات هذا القطاع. فلذلك سنعمل أيضا خلال الفترة المقبلة من ضمن مشاريع، أحد المشاريع التي ستكون هي مشاريع زراعية لإحياء هذا القطاع مرة أخرى. وسنعمل ضمن المتاح كما ذكرت 400 مليار دولار هو في أقل تقديرات. يوجد تقديرات تتكلم عن 700 مليار دولار، وبالتالي هذا المبلغ لن يكون متاح اليوم. لذلك قسمنا القطاعات وسنعمل ضمن مبالغ متاحة لتمويل هذه القطاعات إن شاء الله. إذا ما تحدثنا سيد محمد صفوان عن التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا وتركيا في المرحلة المقبلة، ما التفاهمات أو الخطوات العملية التي بحثتموها مع الجانب التركي في هذا الإطار؟ الحقيقة بحث معالي السيد وزير الاقتصاد والصناعة السوري مع السيد وزير التجارة السوري التركي بحث عدة آليات للتعاون السوري التركي. خلال كما تعلمين يوجد حدود 900 كيلومتر بين سوريا، وهذا يسهل عملية التبادل التجاري بين البلدين. يوجد مصانع في السابق حتى قبل الثورة، مصانع تركية كانت متواجدة في سوريا صراحة، في شمال سوريا على وجه الخصوص، وأنا عاصرتها أيضا. فيوجد في السابق عدة عمليات تجارية كانت موجودة بين الجانبين السوري والتركي تعثرت خلال 10 أو 15 سنة الماضيين. إعادة تفعيل دور هذه الشركات، استفادة من الإيجابيات المتواجدة في سوريا، على سبيل المثال يد عاملة رخيصة قد تكون أيضا مقارنة في اليد العاملة التركية. يوجد يد عاملة الآن متوفرة موجودة لا تجد عمل، ممكن تخلق فرص عمل للناس المتواجدين في سوريا. أضف إلى ذلك يوجد احتياج أيضا من كافة المواد، سواء هي تنتج في تركيا بمبالغ كبيرة قد تنتج في سوريا، تؤمن مورد أو تؤمن مورد للناس المقيمين في سوريا. أضف ذلك تؤمن لنا المواد والاحتياجات الأساسية فالتبادل التجاري هو يعني تم الحديث عن موضوع التبادل التجاري، آليات تسهيل هذا التبادل التجاري بين البلدين الجارين بطبيعة الحال، وتسهيل هذا عملية نقل تجاري بين سوريا وتركيا. إذا ما تحدثنا عن جانب التمويل الذي يعتبر أحد أهم عوامل صندوق التنمية، ما تحديد أو كيف يتم تحديد هذه الأولويات، خصوصا في هناك العديد من الاحتياجات التنموية في مختلف سوريا؟
طبعا ذكرنا عدة معايير لتمويل المشاريع أو تمويل البنية التحتية المتهالكة. هذه المعايير قسمناها لست معايير أساسية. المعيار الأول هو نسبة وحجم الضرر. حجم الضرر طبعا هو المعيار الأساسي في موضوع التمويل. نسبة وعدد المستفيدين من هذا المشروع هو معيار الآخر. الإلحاح الموسمي، كما تعلمين يوجد أمور تحتاج سرعة، شتاء، أبواب شتاء، الناس مقيمة في الخيام، سرعة التنفيذ وسرعة الاستدامة بعد التنفيذ، أو عمليا الاستفادة من المشاريع بعد تنفيذها بشكل مباشر. وأضف إلى ذلك موضوع العدالة الجغرافية. يعني نحن نسأل اليوم أين ستنفذون المشاريع؟ فعدالة جغرافية لتنفيذ مشاريع في كامل الجغرافيا السورية هو بالنسبة لنا أيضا معيار مهم صراحة. فقسمنا الأمر ل5 أو 6 معايير لاختيار المشاريع. بناء على هذه المعايير سيتم اختيار تمويل المشاريع وسنقوم بالتمويل طبعا ضمن القطاعات التي ذكرتها سابقا. طيب، إذا ما تحدثنا عن التمويل الدولي يا سيد محمد صفوت، لمسنا إعراض لربما لدى الحكومة السورية عن التمويل الدولي المشروط. ما أسباب ذلك وما البدائل المتاحة لذلك؟ الحقيقة هو موضوع التمويل إن كان هو على شكل منح وهي غير مشروطة أكيد مرحب به. إن كان هو على شكل منح مشروطة فهو أيضا سيكون دراسة ما نوع هذه الشروط وكيف لهذه الشروط سيتم دراسة على مستويات أعلى من صندوق التنمية صراحة. أما بخصوص القروض وهي سياسة عامة في الدولة اليوم أيضا تحتاج قرار وقرارات لا علاقة للصندوق بها بشكل مباشر ليقرها، ولكن عملية الدين بشكل عام كما تعلمين حتى على المستوى الشخصي نحن نبحث مباشرة عن الديون، لأن الديون تحتاج إلى سداد وتحتاج إلى ومكلفة عادة، وهذه الديون نحن نتجنب في سوريا اليوم الدخول في إطار الديون لأنها ستكون التزام، والتزام يرهق الدولة السورية فيما بعد. لذلك نبحث عن مصادر تمويل وطنية أو مصادر تمويل غير مكلفة وغير مشروطة حفاظا على السيادة السورية وحفاظا على مستقبل سوريا خالي من الديون إن شاء الله. بالنسبة لحجم التمويل الذي سيضخه الصندوق في المشاريع الاقتصادية داخل سوريا، ما توقعاتكم لحجم هذا التمويل؟ حقيقة نحن حتى الآن ما جمع في الصندوق هي مبالغ بسيطة، يعني عبر التعهدات السابقة وعبر التبرعات اللي دخلت إلى الصندوق. بين تعهدات وتبرعات نحن نتكلم عن 80 مليون تقريبا دولار، دخل منها حوالي 20-21 مليون دولار إلى حسابات الصندوق، وسنتابع تحصيل باقي التعهدات لنحصل كامل المبلغ إن شاء الله وبحد الأعلى إن شاء الله. طبعا سنمول بالكامل، يعني نحن لن نحتفظ بالتبرعات في حسابات الصندوق. ما نحصل عليه سنقوم بتمويل مشاريع مدروسة ضمن القطاعات التي ذكرتها سابقا. لذلك سنحاول بالدرجة الأولى بالمرحلة الأولى على الأقل 30-40% من الموجودات المتواجدة في الصندوق ضخها في مشاريع مباشرة، ولعكس عمل الصندوق وكما ذكرت ضمن شفافية وضمن معايير وتقارير واضحة للجميع. الأكيد أن الاقتصاد السوري عانى من العديد من سنوات الدمار والحصار والعقوبات. كيف ترى مساره إلى حد الآن في إعادة دمجه في الاقتصاد العالمي؟ يحاول جميع أعضاء الحكومة السورية بكاملهم التسويق لسوريا بشكل رائع صراحة. جميعهم محترفين، جميعهم لديهم من الخبرة الطويلة، أهل الاقتصاد وأهل غير الاقتصاد. لذلك نحاول بعرض الفرص الاستثمارية وعرض فرص اقتصادية في الخارج السوري على كل من يرغب فعلا وبصدق هو مساعدة الدولة السورية. الاقتصاد يتحسن بشكل بطيء ولكن يتحسن، نحن لا نقف مكاننا. يوجد فرص استثمارية هائلة في سوريا، يوجد تحسن على كل المستويات، إن ذكرنا حتى على مستوى البنى التحتية. أنا زرت سوريا قبل أن أكون جزء من الحكومة السورية في شهر شباط، زرت سوريا مرة أخرى في شهر نيسان، وعدت عودة نهائية في شهر آب. التحسن الذي لاحظته بين شباط وآب كان تحسن كبير. بين آب واليوم يوجد أيضا تحسن. طبعا نحتاج مزيد، كما ذكرت الاحتياج جدا كبير، دولة مدمرة، دولة تنهض من تحت الركام، تحتاج الوقت، ولكن هناك تحسن لنكون دقيقين. شكرا جزيلا لك المدير العام لصندوق التنمية السوري محمد صفوت رسلان على حضورك معنا. شكرا جزيلا. شكرا لكم. ختام في الاقتصاد.